حبايبنا ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دي السيشن الاولى او الحصه الاولى في الكورس التاسيسي بتاعنا. هناخد فيها تشيك بوينت 1 وتشيك بوينت 2 عندنا في المسار بتاعنا ان شاء الله. حضرتك المفروض هنا في اول صفحه، او لو انت مش معاك البي دي اف او لو ما حدش بي دي اف، تقدر تعمل سكان للكيو ار ده عشان تدخل على المنصه بتاعتنا. هتلاقي برضو فيها الكورس مجاني 100%، بس ميزه المنصه ان احنا نقدر نعمل لك عليها امتحانات على الكورس التاسيسي. فحضرتك عايز بعد ما تخلص كل محاضره تدخل تمتحن، تدخل على المنصه تعمل اكونت وتدخل على الامتحانات وتقدر انت تمتحن عشان برضو تقيم مذاكرتك عامله ازاي. هنبدا مع بعض تشيك بوينت 1. هنتكلم النهارده يا جماعه في تشيك بوينت 1 عن السنتنس فورمات، التكوين بتاع الجمله. انت عندك في العربي مثلا يا عم الحاج في جمله اسميه وجمله فعليه. الجمله الاسميه دي اللي بتبدا باسم، الجمله الفعليه بتبدا بايه؟ بفعل. سبحان الله. يبقى لو جيت قلت لك مثلا محمد صلاح يلعب كرة، دي جملة اسمها ولا فعلية؟ دي جملة اسمية لأنها بدأتها بإيه؟ بمحمد صلاح، لأن هي بدأ باسم، فدي كده جملة اسمية. أما لو جيت قلت لك يلعب محمد الكرة، يلعب محمد الكرة، يبقى أنا هنا كده بدأت لك الجملة بإيه؟ بيلعب. فيلعب دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ لا، جملة فعلية لأن هي كده بادئة بفعل. فأنت في العربي عندك نوعين، يا إما نوع اللي هو الجملة الاسمية، يا إما النوع اللي هو الجملة الإيه؟ الفعلية. يبقى زي ما قلنا عندك هنا جملة ايه؟ جملة اسمية وعندك جملة فعلية. ده في العربي. احنا دلوقتي بقى في الانجليش. في الانجليش يا حبيبي ما عندكش حاجة اسمها جملة فعلية. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا في العربي ممكن نقول يلعب محمد الكرة، فانت هنا بدأت بيلعب، فيلعب ده فعل، فدي جملة فعلية. في الانجليش ما عندكش جملة فعلية، ما ينفعش تبدأ الجملة بفعل، ما ينفعش تبدا الجمله بايه؟ بفعل. ما ينفعش تبدا الجمله بايه؟ بفعل. لازم تبدا الجمله باسم، لازم تبدا الجمله باسم. يعني بالراحه، يلعب يعني ايه؟ بلاي، صح؟ انت ينفع تقول بلاي محمد؟ لا لا، مع انك انت بالعربي ممكن تقول يلعب محمد الكره، انما في الانجليش ما ينفعش تقول بلاي محمد، لا لازم تقول محمد بلايز فوتبول، محمد بلايز، فانت لازم تبدا بمحمد. يبقى في الانجليش لازم تبدا بالسبجكت اللي هو الفاعل. يعني ايه فاعل يا بابا؟ اللي هو الاسم او الضمير، اللي هو الاسم او الايه؟ الضمير. يبقى لازم تبدا الجمله بمحمد، يوسف، علي، برام، اي بني ادم. او فاعل. يعني ايه فاعل؟ I, he, she, it, we, they, you. I أنا، he هو، she هي، it هو أو هي الغير العاقل، we نحن، they هم، و فاضل إيه؟ you أنت أو أنتم. طيب بعد كده بعد الفعل بيجي الفيرب بقى، بيجي الفعل. يبقى أنت في الجملة في الإنجليش لازم تبدأ بالاسم، لازم تبدأ بالفعل، لازم تبدأ بالاسم أو الفاعل. يبقى هركز معايا. في العربي ينفع اقول لك يذاكر علي جيدا، دي جمله فعليه. يذاكر يعني ايه؟ استادي. ينفع اقولها لما اجي اترجمها في الانجليش اقول لك استادي علي؟ لا، ابدا بمين؟ بعلي ثم الفعل يذاكر اللي هو استادي، فتبقى علي ستاديز هارد. طيب تعالى بقى نشوف امثله ونشوف الجمل دي مكتوبه صح ولا مكتوبه غلط، مكتوبه صح ولا مكتوبه غلط. اول جمله عندك صلاح بلايز فوتبول، صلاح بلايز فوتبول. فين الفاعل هنا؟ مين السبجكت هنا بتاعنا؟ مين اللي بيلعب كرة؟ صلاح. الجملة بدأ بإيه؟ بصلاح، يبقى صلاح ده إيه؟ فاعل. بلايز، بلاي يعني إيه؟ بلاي يعني يلعب. يلعب ده يعتبر فاعل ولا فعل؟ فعل. يبقى دي كده جملة فيها فاعل وبعدها فيها فعل. يبقى الجملة صح ولا غلط؟ صح 100%. لأن احنا اتفقنا إن الجملة اللي في الإنجليش لازم تبدأ بفاعل ثم فعل، فاعل ثم فعل، فاعل ثم فعل. فصلاح ده فاعل، صلاح هو اللي بيلعب فهو الفاعل عندي، وبلاي ده الفعل هو اللي بيلعب. طيب تعال نبص هنا. منا studies hard، منا studies hard. studies يعني ايه؟ يعني تذاكر. ومنا دي ايه؟ منا هي اللي بتذاكر، فمنا هي الفاعل، هي السبجكت عندي، وstudies ده هو الفعل. فطبعا هنا الجمله فيها فاعل ثم فعل، يبقى صح ولا غلط؟ صح 100%. طيب بص هنا we travel every summer. احنا we يعني نحن، ده برضو فاعل ضمير. travel نسافر every summer كل صيف، كل صيف احنا بنسافر. مين اللي بيسافر؟ نحن we. يبقى الجمله فعلا بدأ بايه؟ بدأ بوي. يبقى we ده يعتبر ايه؟ فاعل. وترافل ده يعتبر ايه؟ فعل. يبقى فعلا الجمله بدأ فاعل ثم فيها فعل، يبقى الجمله دي صح 100%، ما فيهاش اي غلطه. طيب تعال نبص على الجمله اللي بعد كده. علي
happy. علي مبسوط. ها فين الفاعل هنا؟ علي. طيب happy يعني ايه؟ happy يعني مبسوط او سعيد، صح؟ طيب فين الفعل؟ مش احنا قلنا الجمله بتبدا بايه ايه وايه، او بتتكون من ايه وايه؟ فاعل ثم ايه؟ فعل. فاعل ثم ايه؟ فعل. subject ثم ايه؟ verb. هل مبسوط ده فعل؟ سعيد، هل سعيد ده فعل؟ لا طبعا مش فعل. امال سعيد دي يعتبر ايه؟ مبسوط دي يعتبر ايه؟ يعتبر صفه. يبقى بالراحه بقى امسك العقل معايا. هل هنا الجمله دي انت شايف فيها التكوين الاساسي للجمله؟ احنا قلنا الجمله بتتكون من حاجتين، فاعل وفعل. الجمله دي فيها فاعل اللي هو ايه؟ اللي هو علي. بس هل فيها فعل؟ ما فيهاش فعل. يبقى الجمله دي صح ولا غلط؟ غلط. كده تكوين الجمله دي غلط. الجمله دي كده مكتوبه غلط. ما فيش حاجه اسمها في انجلش علي هابي. امال بنقولها ازاي يا مستر؟ لازم نستخدم فعل. طب بنستخدم فعل ايه؟ تعال نحاول نجيب فعل ما ياثرش على معنى الجمله. يعني ما ينفعش اقول لك علي يلعب مبسوط، ده كده الجمله غلط خالص. وما يقول ايه؟ علي يكون مبسوط. طب يكون دي اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها verb to be، هندرسه كمان شويه. المهم يعني الصح بتاع الجمله دي ان انا اقول علي is happy. دي كده الجمله بقت صح. طب ليه؟ لان is دي معناها يكون، ويكون ده يعتبر اسم ولا فعل؟ في العربي يكون اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى كده الجمله مظبوطه. علي ده فاعل ثم يكون ده الفعل. يبقى علي is clever، علي يكون، علي is happy، علي يكون سعيد. يبقى الجمله ان انا اقول لك علي happy غلط، اقول علي is happy. طب بص الجمله اللي جنبها كده، سامي كليفر، سامي ذكي. انا لو جيت قلت لك على فكره يا جماعه سامي ده ذكي، صح ولا غلط؟ صح. جمله بالعربي صح جدا، بالعربي الجمله صح جدا 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 جدا. بس في الانجليش بقى ان انا اقول لك سامي كليفر، سامي ده فاعل، كليفر يعني ذكي، ذكي ده تعتبر فعل ولا صفه؟ صفه. طب هي طالما صفه هنعمل ايه؟ محتاجين فعل في الجمله. يبقى الجمله دي صح ولا غلط؟ غلط. طب ايه الصح؟ ان انا اقول سامي is clever، سامي is clever، سامي is clever، سامي is clever. يبقى is دي يا بابا هنا هي الفعل، سامي يكون ذكي، سامي يكون ذكي. لان الجمله في الانجليش بتتكون من ايه وايه يا حبيبي؟ يلا قول لي كده. فاعل ثم فعل، فاعل ثم فعل، فاعل ثم فعل، فاعل ثم فعل. طيب بص هنا، عصام يا جماعه مليان شويه، تخنان شويه. فعايز اقول ان عصام تخين. عصام فات، فات يعني تخين. بس سؤال، هو تخين ده فاعل؟ لا مش فاعل. يبقى الجمله دي صح ولا غلط؟ غلط. طب ايه الصح؟ ان انا اجيب لها verb، فاقول سامي is فات. الجمله صح. يبقى يا حبيبي زي ما اتعلمنا دلوقتي ان الجمله في الانجليش لازم تتكون من كام حاجه؟ من حاجتين، فاعل ثم فاعل، فاعل ثم فاعل، فاعل ثم فعل. طيب عندك هنا تعال نشوف برضه الجملتين دول. علي is sleeping now. علي is sleeping يكون نائما now الان. الجمله دي صح ولا غلط؟ قول لي انت صح ولا غلط؟ طبعا صح 100%. ليه؟ علي ده فاعل و is sleeping اللي هو ينام، يكون نائما او ينام دلوقتي، فده كده يعتبر verb. طيب تحتها سامي is studying English now، سامي بيذاكر انجلش دلوقتي، ده يعتبر verb ولا مش verb؟ verb، بيذاكر انجلش دلوقتي. يبقى دي برضو جمله فيها فاعل ثم فيها verb، فالجمله دي صح 100%. طيب منا was studying all night، منا كانت بتذاكر طول الليل، منا كانت بتذاكر طول الليل. طب ما ادي منا فاعل و was studying ده الفيرب، كانت بتذاكر. محمود is traveling to London tomorrow، محمود مسافر لندن او هيسافر لندن بكره. طب ما هو محمود ده الفاعل عندي اهو، ادي الاسم بتاعه اهو، وبعد كده is traveling يسافر او هيكون مسافر او هيسافر، سوف يسافر، فكل ده يعتبر ايه؟ verb، يبقى فعل. يبقى انا عندي كده الجمله فعلا ماشيه مظبوط، فاعل ثم فعل، فاعل ثم فعل. طيب اقلب معايا الصفحه. بص يا باشا، عندك حاجه اسمها verb to be. ايه هو verb to be؟ اللي هو فعل يكون، اللي هو فعل ايه؟ يكون، اللي هو فعل يكون. طيب يا باشا verb to be ده عباره عن ايه؟ ايه هو verb يكون ده؟ اللي هو بيبقى am او is او are. يبقى am او is او are معناهم ايه؟ معناهم يكون. يبقى لو بتاعت I يعني I انا، am يعني am يكون، happy
سعيد. يبقى I am happy معناها أنا أكون سعيد. طب أنا ينفع أقول لك I happy؟ غلط، عشان I happy كده ما فيش verb، واحنا اتفقنا لازم يكون في verb. يبقى أنا ما ينفعش أقول he happy. he happy يعني هو سعيد، أنت كده فلاح. اسمها he is happy. طيب يبقى am is are معناها يكون. طب was و were برضو معناها يكون بس في الماضي. ده التصريف بتاع يكون في الماضي. الماضي من يكون ايه؟ كان. يبقى جيت لك انا كنت تعبان امبارح، هقول لك I am tired ولا I was tired؟ I was tired. انا كنت تعبان امبارح. انا كنت تعبان امبارح. طيب يبقى am is are يكون في المضارع. was were برضه يكون ولكنها في الماضي، هي كان بقى. طب be يعني يكون بس ده الفعل المصدر. يعني ايه فعل مصدر؟ يعني ده الفعل الساده بدون اي اضافات. طب being ده الاي ان جي. been ده التصريف التالي. التصريف التالي ده اللي هو البي بي، هندرسه كمان شويه. تمام. يبقى انا عندي verb to be اللي هو فعل ايه؟ يكون. verb to be اللي هو فعل ايه؟ يكون. verb to be يعني ايه؟ يكون. يعني am معناها ايه؟ يكون. is معناها ايه؟ يكون. was معناها ايه؟ كان. where معناها ايه؟ كان. am معناها ايه؟ يكون. be معناها ايه؟ يكون. being معناها ايه؟ يكون. being معناها ايه؟ يكون. طيب يبقى لو جبت لك صلاح is clever، صلاح يكون ذكي. سمير is fit، يبقى سمير ده يكون fit، يكون لائق بدنيا، مهتم بجسمه. تمام. يبقى is معناها يكون و is هنا معناها يكون. خلي بالك بقى ان verb to be احنا عارفين هو معناه يكون، صح؟ وفي احيانا بيبقى موجود في الجمله كفعل مساعد مش فعل اساسي. بصراحه مستر مش فاهم يعني ايه فعل مساعد ويعني ايه فعل اساسي. انا هفهمك. الفعل، ركز بقى معايا هنا كده، المساعد ملهوش معنى. الفعل الاساسي له معنى. بصراحه مش فاهم يا مستر يعني ايه الفعل المساعد ملوش معنى وفي سيجما. بالراحه. انا لما جيت قلت لك ام وايز وار قلت لك معناهم ايه؟ يكون، صح؟ لما يبقى معناهم يكون يبقى هما كده مالهمش معنى ولا ليهم معنى؟ ليهم معنى. يبقى هما كده جايين فعل اساسي. يعني ايه فعل اساسي؟ يعني لوحده. يعني لما اجي اقول لك هنا صلاح از كليفر، صلاح يكون ذكي، هل هنا في فعل تاني غير از؟ مفيش. فاز هنا جايه لوحدها. يعني هل انا قلت لك از بلاي او از بلاينج؟ لا، يبقى از كده كفعل جايه ايه؟ لوحدها. طب بص هنا لما اجي اقول لك صلاح از بلاينج، هل هنا از ده فعل، صح؟ از يعني يكون، بس بلاي ده برضو ايه؟ بلاي ده برضو فعل، يبقى يلعب. يبقى هنا از دي جايه لوحدها ولا جاي معاها فعل تاني؟ جاي معاها فعل تاني. يبقى هنا از مش فعل اساسي. از هنا تعتبر فعل ايه؟ مساعد. از هنا تعتبر فعل ايه يا بابا؟ مساعد. يبقى إذ لوحدها فعل أساسي معناها يكون. إذ لو بعدها فعل تاني ده كده فعل مساعد ملهوش معنى. ملهوش معنى. ملهوش معنى. يعني هنا مفيش حاجة اسمها صلاح يكون يلعب. لا، هي هنا معناها إن صلاح بيلعب دلوقتي. صلاح بيلعب دلوقتي. صلاح بيلعب دلوقتي. يبقى إذ لو جت لوحدها يبقى فعل أساسي معناه يكون. إذ جت لوحدها فعل أساسي معناه يكون. إذ جاي بعدها فعل تاني يبقى فعل مساعد ملهوش معنى. فعل مساعد ملهوش معنى. نفس الكلام هنا سمير إز فات. هنا سمير إز دي جايه لوحدها مفيش فعل بعدها، يبقى ده فعل أساسي ومعناه يكون. أما إز sleeping ادي هنا إز وادي sleeping، يبقى هنا جاي بعدها فعل تاني، يبقى ده مساعد ولا أساسي؟ ده مساعد. ليه معنى ولا ملهوش معنى؟ ملهوش معنى. يبقى الجمله دي معناها سمير يكون ينام ولا سمير نايم؟ سمير ينام دلوقتي او نايم دلوقتي. صعب الكلام ده. يبقى نقول تاني الحته دي. ام از ار معناهم يكون. ام از ار معناهم ايه؟ يكون. لو هم جايين لوحدهم يبقى فعل اساسي معناه يكون. فعل اساسي معناه يكون. لو جاي بعدهم فعل يبقى فعل مساعد ملهوش معنى. فعل مساعد ملهوش معنى. فعل مساعد ملهوش معنى. فعل مساعد ملهوش معنى. طيب كده احنا اخدنا verb to be. كده اخدنا verb ايه؟ verb to be. am is are was were be being been. يبقى يلا معايا ايه هو verb to be يا جماعه؟ am is are was were be being been. قول ورايا والنبي. verb to be am is are was were be being been. قول ورايا والنبي. verb to be am is are was were be being be. ده اسمه verb to be. كل الحاجات دي معناها فعل يكون. الحاجات دي معناها يكون. كلهم معناهم يكون. كلهم معناهم ايه؟
يكون. طيب تعال ناخد بقى verb to do. ايه هو verb to do؟ verb يفعل. do يعني يفعل. does يعني يفعل. دول في المضارع. طب did يعني فعل، ده في الماضي. يبقى لو جيت قلت لك ركز معايا I will do my homework معناها ان انا هعمل الواجب بتاعي. I did my homework انا عملت الواجب بتاعي. يبقى دول معناهم ايه؟ يفعل. دول معناهم ايه؟ يفعل. بس انا هسألك سؤال، هم دول معناهم يفعل لو جه بعدهم فعل ولا لو جم لوحدهم؟ احنا اتفقنا فعل اساسي نفس المعنى، فعل مساعد ملهوش معنى. قول معايا والنبي، فعل اساسي نفس المعنى، فعل مساعد ملهوش معنى. يبقى نفس القصه هنا. بص كده اهو، لما اجي اقول لك سالي does her homework، بص كده، سالي does her homework. سالي بتعمل الواجب بتاعها on weekend، في اخر الاسبوع، في الويكند بتاعها. هسألك سؤال بالله عليك، هل انت شايف اي فعل تاني غير الفعل does؟ في فعل تاني هنا does يعني يفعل، her homework يعني الواجب. الواجب ده فعل؟ لا، الواجب ده اسم. weekend on weekend في نهاية الأسبوع، هل هنا ده فعل؟ لا مفيش فعل. يبقى ده كده فعل إيه؟ لوحده ولا معاه فعل؟ ده لوحده. طب لوحده يبقى ده مساعد ولا أساسي؟ أساسي. معلش قول ورايا النبي، فعل أساسي نفس المعنى. يبقى هنا do دي معناه أو does دي معناها إيه؟ معناها يفعل. يبقى هنا سالي بتفعل الواجب بتاعها، بتعمل الواجب بتاعها. أوكي؟ طيب we will do our best to achieve our goal. احنا هنعمل أقصى ما عندنا علشان نحقق أهدافنا. we will احنا سوف، نحن سوف، do نفعل، our best أفضل ما عندنا، to achieve علشان نحقق our goal الهدف بتاعنا. هسألك سؤال وبالله عليك ترد عليا، هل انت شايف في الجملة اي فعل تاني غير دو؟ مفيش. يبقى دو ده فعل ايه؟ لوحده. طب ولو لوحده يبقى هو اساسي ولا مساعد؟ اساسي. طب قول معايا والنبي، فعل اساسي نفس المعنى. يبقى هنا معناها ايه؟ يفعل. يبقى الجملة معناها احنا سوف نفعل، سوف نفعل افضل ما عندنا. طيب بص هنا بقى، مينا doesn't sleep early. doesn't يعني لا يفعل، صح كده؟ بس هنا في بعدها sleep. معلش انا اسف، اعذرني على جهلي. sleep يعني ايه؟ sleep يعني ينام. طب هو ينام ده اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى هنا does دي جايه لوحدها ولا جاي معاها فعل تاني؟ فعل تاني. يبقى does هنا فعل اساسي ولا مساعد؟ مساعد. يبقى هنا الفعل المساعد ده بيبقى ليه معنى ولا ملهوش معنى؟ ملهوش معنى. يبقى هنا هقول مينا doesn't sleep early، معناها مينا لا يفعل ينام؟ لا، ما احنا قلنا ما لهوش معنى. يبقى الجملة دي معناها مينا لا ينام، مينا لا ينام بدري. الجملة معناها مينا لا ينام بدري، مينا لا ينام بدري. طيب بص هنا، I do support الأهلي. do يعني ايه؟ do يعني يفعل. طب هو support يعني ايه؟ support يعني يدعم او يشجع. support يعني يدعم او ايه؟ يبقى لو جيت قلت لك I support you معناها انا بدعمك او بشجعك على اللي انت بتعمله. اوكي؟ I do support هنا do يفعل، صح؟ طيب support ده فعل تاني ولا مش فعل تاني؟ support يعني يدعم. يدعم ده اسم ولا فعل؟ فعل. يبقى كده do دي جايه لوحدها ولا جايه معاها فعل تاني؟ جايه معاها فعل تاني. يبقى كده جايه لوحدها ولا معاها فعل؟ معاها فعل. يبقى اساسي ولا مساعد؟ مساعد. طب قول معايا والنبي، فعل اساسي نفس المعنى، فعل مساعد ملهوش معنى، ملهوش معنى. يبقى I do support الاهلي معناها انا افعل اشجع الاهلي؟ لا، معناها ان انا بشجع الاهلي. مستر طب معلش انا اسف، يعني هو انا مش ممكن اكتبها I support الاهلي، انا بشجع الاهلي، من غير ما اكتب دو بقى اصلا؟ اقول لك اقسم بالله انت برنس، والله العظيم انت فنان فنان فنان. صح طبعا، لو انا قلت اي سبورت الاهلي من غير ما اقول دو، صح طبعا 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 طبعا. طب مستر هو انا يعني اكتبها ازاي بقى؟ اكتبها اي سبورت ولا اي دو سبورت؟ اقول لك في الانجليش في حاجه، لو انت استخدمت دو او داز قبل الفعل هيبقى معناها للتاكيد. يعني ايه للتاكيد يا بابا؟ يعني لو جيت قلت لك اي سبورت الاهلي معناها انا بشجع الاهلي. لو جيت قلت لك اي دو سبورت الاهلي معناها انا بالتاكيد بشجع الاهلي. لو جيت قلت لك بص في الافلام الاجنبي، لو واحد لسه بيعترف لواحده بحبه، لسه بيقول لها انا لسه هيبدا يعترف لها، هيقول لها I love you، انا بحبك.
انما بعد بقى ما يرتبطوا ويتخطبوا ويتجوزوا وهي تنكد عليه تقول له انت بتحبني ولا ما بتحبنيش ومش عارف ايه، هو هيجي يقول لها اقسم بالله بحبك، بالتاكيد بحبك. هيقول لها ازاي؟ I love you تنفع، بس لو هو عايز ياكد لها المعلومه هيقول لها I do love you. ليه قال دو قبل لاف؟ عشان دو قبل الفعل تفيد الايه؟ التاكيد، تفيد الايه؟ التاكيد. يبقى I love you انا بحبك، I do love you انا بالتاكيد يا بابا بحبك. يبقى لو انت عايز تاكد لحد عن معلومه، تاكد لحد عن معلومه، تقول دو قبل الفعل او داز، طبعا دو او داز. اوكي طيب يبقى نقول تاني، فعل اساسي امتى يبقى فعل اساسي؟ لو جاي لوحده، ساعتها فعل اساسي نفس المعنى. دو معناها ايه؟ يفعل. دز معناها ايه؟ يفعل. دد معناها ايه؟ فعل. طب فعل مساعد امتى يبقى فعل مساعد؟ لو مش جاي لوحده، لو جاي معاه فعل، لو جاي معاه فعل ايه تاني، ساعتها فعل مساعد بيبقى نفس المعنى ولا ملهوش معنى؟ ملهوش معنى. طيب فاضل اخر جزئيه من الافعال دي هي verb to have اللي هم have وهاز وهاد. بص بقى يا بيه، have وهاز وهاد معناهم ايه؟ have وهاز معناهم يمتلك. have وهاز معناهم يمتلك. had معناها ايه بقى؟ الماضي، امتلك. يبقى لو جيت قلت لك I have a pen معايا قلم، I have a car معايا عربية، I had a black car معناها ان انا كان عندي عربية سوداء، دلوقتي ما بقاش عندي. ما بقاش عندي عربية سوداء، بقى عندي عربية بيضاء مثلا، او ما بقاش عندي عربية اصلا، مش تفرق. تمام؟ بس كان عندي ان I had. اوكي؟ طيب بص هنا اهي I have a black car. I have a black car. هنا have دي يا بابا جايه لوحدها ولا معاها حاجه؟ لا جايه لوحدها. في فعل تاني بعدها؟ مفيش. اعتقد ان بلاك كار يعني عربيه سوداء، عربيه سوداء فعل؟ لا. يبقى have دي جايه لوحدها. طب وطالما جايه لوحده يبقى فعل اساسي. فعل اساسي نفس المعنى. يبقى have هنا معناها ايه؟ يمتلك. يبقى I have a black car انا امتلك عربيه سوداء. طب لو جيت قلت لك هنا ساره has a lot of work، ساره عندها شغل كتير. طيب has جايه لوحدها ولا في فعل بعدها؟ a lot of يعني كثير من، كثير من ده مش فعل. work يعني شغل، ليه عندها كثير من الشغل؟ يبقى الشغل ده فعل؟ لا ده اسم. يبقى has يمتلك. ليه ده فعل اساسي. ليه الاساسي؟ اللي هو جاي لوحده. يبقى ده فعل اساسي. فعل اساسي نفس المعنى. يبقى has هنا معناها تمتلك. ساره تمتلك شغل كتير، عندها شغل كتير، وراها شغل كتير. طيب بص هنا بقى، I haven't been to Paris before. بالراحة بقى. أدي have فعل صح؟ مش. طب معلش ممكن تفكرني كده، احنا قلنا been دي أو been دي قلناها في حتة قبل كده، تعالى نفتكر مع بعض. فوق في verb to be، فاكرين verb to be؟ أهو been. been يعني إيه؟ يكون. طب هو يكون ده فعل ولا مش فعل؟ فعل صح كده؟ يبقى أنا هنا عندي haven't، have ده فعل وbeen ده برضو إيه؟ فعل. يبقى هسألك سؤال بالله عليك، هل ده معناه ان هاف دي جايه لوحدها ولا جايه معاها فعل؟ جايه معاها فعل. يبقى هاف دي فعل اساسي ولا مساعد؟ مساعد. يبقى هنا ليها معنى، هيبقى معناها يمتلك؟ لا هنا ملهاش معنى. ملهاش معنى. هنا هتستخدم النفي. طب مستر هو بين دي يعني يكون؟ بين لوحدها يعني يكون صح، بس لما ان شاء الله تبدا السنه هتعرف ان هاف been to معناها ذهب وعاد. ذهب راح وجه يعني. تمام؟ يبقى لما اجي اقول لك I have been to Paris معناها انا رحت باريس ورجعت. طب I haven't been to Paris before معناها ان انا ما رحتش باريس قبل كده اصلا. ده معناه ان انا ما سافرتش باريس قبل كده. يبقى haven't been مش معناها انا مش بكون في باريس قبل كده، معناها ان انا ما رحتش ما سافرتش باريس قبل كده. طب have هنا فعل اساسي ولا مساعد؟ مساعد علشان هنا جاي بعده فعل تاني اللي هو been. طيب بص هنا I have done my homework already. I have done my homework already. هنا have اهو، وبعد كده عندك done ده فعل ولا مش فعل؟ فعل اللي هو يفعل. فبقول لك انا عملت الواجب بتاعي بالفعل. بالراحه. يبقى هنا ده الفعل ده جاي لوحده ولا معاه فعل تاني؟ فعل تاني. يبقى have دي نفس المعنى ولا ملهاش معنى؟ تعالى نفتكر. فعل اساسي نفس المعنى، فعل مساعد ملهوش معنى. يبقى have دي معناها يمتلك؟ لا. I have done my homework معناها انا عملت الواجب، مش معناها انا بمتلك عملت الواجب. دي معناها انا عملت الواجب بتاعي بالفعل. وطبعا have done ده اسمه زمن
البريزنت بيرفكت المضارع التام هناخده فيما بعد ان شاء الله على مدار السنه. طيب في كل ليكتشر او في كل سيشن هيبقى عندنا جزء قواعد زي اللي اخدناه وجزء فوكاب علشان احنا محتاجين ان احنا نزود حصيله الكلمات بتاعتنا قبل ان شاء الله ما نبدا السنه. والجزء مش كبير، يعني انت لما تبص في PDF عندك هتلاقي جدول ما اعتقدش ان دول يكملوا تقريبا، ما اعتقدش هم يكملوا 30 كلمه، اقل من 30 كلمه، تمام؟ وبين كل سيشن والثانيه هتلاقي 3 ايام، فاعتقد 30 كلمه على 3 ايام كل يوم 10 كلمات ده مش رقم كبير تماما. اوكي، فاحنا هندرس مع بعض الفوكاب دي دلوقتي علشان نبدا نحفظ، علشان نبدا ان احنا ندخل عندنا شويه كلمات جنرال، دي كلمات عامه مش كلمات في حاجه معينه. اوكي طيب تعال نبدا مع بعض. نبدا في الفوكاب. عندك ذا جود، انت عارف ان الجود لوحدها معناها ايه؟ جيد. طب ذا جود معناها الخير، يبقى ذا جود معناها الخير. faith يعني الإيمان، إنك يبقى عندك إيمان. faith. intelligence يعني الذكاء، إنك اللي هي جاية منها كلمة artificial intelligence هو AI الذكاء الاصطناعي. intelligence يعني الذكاء. genius يعني عبقري. friendship يعني الصداقة. activity يعني نشاط اللي هو حاجة مش نشاط اللي هو لا، نشاط اللي هو حاجة أنشطة، اللي هو أنشطة مدرسية، أنشطة حياتية، أنشطة في الصيف، تمام؟ دي اسمها activity. skill يعني مهارة. development يعني التطوير أو التقدم. simplicity يعني البساطة. compassion يعني الرأفة أو الرحمة، إنك تبقى عندك رحمة تجاه اللي قدامك أو رأفة تجاه اللي قدامك. courage يعني الشجاعة. confidence يعني الثقة. conscience يعني ايه؟ conscience يعني الضمير، انك يبقى عندك ضمير، انك عارف لما حد يقول لك انت راجل عندك ضمير، والله يبقى دي انت عندك conscience. export يعني التصدير، ان احنا بنصدر حاجه. طب عكسها import الاستيراد، يبقى export يصدر، import يستورد. بياخدوا حروف جر ايه؟ export تاخد to يصدر الى، export to يصدر الى، import from اللي هو يستورد من، يبقى export to import from. export to import from يستورد من. طيب عندك بعد كده العمود الثاني evil بقى. evil يعني الشر او شرير، evil يعني الشر او شرير. beauty يعني الجمال. just يعني العدالة او العدل. injust عكسها اكيد هيبقى معناها ايه؟ الظلم، يبقى just العداله، injust الظلم. ambition يعني الطموح. prosperity يعني الازدهار او الرخاء، الازدهار اللي هو ان البلد كلها تبقى في حاله تقدم وازدهار. progress التقدم. welfare يعني الرفاهيه. unemployment معناها البطالة، اللي هو ان الناس ما يبقاش عندها شغل او مش لاقيه شغل، دي اسمها unemployment. production يعني الانتاج. independence يعني الاستقلال، اللي بتفترميه independence الاستقلال، independence الاستقلال. integration يعني التكامل. struggle يعني يكافح او الكفاح. competition يعني مسابقة او تنافس. comfort يعني راحة. دي كده اعتقد ان الكلمات الى حد ما دي مستواها يعني المفروض يبقى في مستوى طالب في تانية اعدادي. اوكي، فاحنا بنبدا معاك من الاول. طبعا كل سيشن زي ما قلنا هناخد شويه قواعد زي اللي اخدناها، وبعد كده هناخد شويه فوكاب. هتحفظ الفوكاب ازاي؟ الفوكاب لازم انك تقسمها على اجزاء صغيره وتعيدها اكتر من مره. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تخبط لي ال 30 كلمه دول في نفس اليوم، لا، احفظ لي 10 النهارده، بكره تراجع على 10 اللي حفظتهم وتاخد 10 جداد، بعد بكره تراجع على ال10 دي وال10 دي وتحفظ 10 جداد، بعد اليوم الرابع تراجع ال 30 كلمه كلهم او تسمع 30 كلمه كلهم، اليوم الخامس خلصت وانت عندكش كلمات تانية تسمع تاني، تقعد تسمعهم كل يوم، تقعد تسمعهم كل يوم عشان يثبتوا. التكرار بيعلم الايه؟ هو الشطار وبيعلم الحمار. التكرار بيعلم الاثنين. التكرار بيعلم ليه؟ الاثنين. فلو انت شاطر او حمار كده التكرار هيعلمك. ماشي؟ طيب عندك بعد كده هناخد جزء ريدنج، هناخد 2 باراجرافز كده او قطعتين عشان برضو نبقى بنتمرن على القرايه وبنطلع برضو اكسترا فوكاب، بنطلع كلمات زياده عن الكلمات اللي في الجدول فوق. طيب تعال نشوف مع بعض اول باراجراف عندنا او اول قطعه عندنا بنتكلم عنها، هي the problem of overpopulation. the problem يعني مشكله، of overpopulation
الكثافة السكانية. مشكلة الكثافة السكانية، مشكلة ان السكان بقوا زيادة جدا عن اللزوم، الناس بقت زيادة. طيب it has become، ممكن بالله عليك لا تقول لي الله يسترك دنيا واخرة، has هنا هي، has يعني يمتلك صح؟ بس هي جاية لوحدها ولا بعدها become؟ بعدها become يعني ايه؟ يعني يصبح. يبقى ده فعل ولا مش فعل؟ فعل. يبقى هنا هاز اساسي ولا مساعد؟ مساعد. يبقى دي معناها يمتلك ولا ملهاش معنى؟ ملهاش معنى. يبقى it has become معناها اصبح. it has become معناها ايه يا بابا؟ اصبح. يبقى it has become اصبح clear. يعني ايه clear يا بابا؟ يعني واضح جدا. clear يعني واضح جدا. that overpopulation، ان الكثافه السكانيه في مصر او الازدحام السكاني في مصر in Egypt is a serious problem يعني ايه قلنا؟ problem يعني مشكلة. طب serious يعني ايه؟ خطيرة أو جدية. خطيرة أو جدية. يبقى إن الزيادة السكانية في مصر أصبحت مشكلة خطيرة أو مشكلة جدية. طب مستر معلش بالراحة. هو أنا ليه قلت serious problem؟ ما قلتش problem serious. يعني معلش أنا دلوقتي أنا بقولها بالعربي إيه؟ مشكلة خطيرة. مشكلة يعني إيه؟ problem. خطيرة يعني إيه؟ serious. يبقى أنا المفروض أقول problem serious مش serious problem. ليه عكست؟ انا هقول لك على حاجه. على السوشيال ميديا كده بيقعدوا يقولوا الواد ده ولد كويس او ولد مخربش كده، بنقول عليها جود بوي او باد بوي صح؟ معلش فكر فيها. لو انا عايز اقول لك ولد كويس، ولد يعني ايه؟ بوي. كويس يعني ايه؟ جود. طب انا ليه ما بقولهاش بوي جود؟ ليه بقولها جود بوي؟ ولد سيء، ولد اللي هو مخربش بنقول بوي باد ولا باد بوي؟ بتقولها باد بوي. طب انت ليه بتجيب الباد قبل البوي؟ ليه بتجيب الجود قبل البوي؟ لان الصفه قبل الاسم. يبقى قول معايا كده او اكتبها عندك والنبي، الصفه قبل الاسم. اكتب عندك كده الصفه قبل الاسم. اكتبها عندك كده الصفه قبل الاسم. يعني ايه؟ يعني الصفه هي جيد، الاسم هو الولد، فانا ما ينفعش اقول بوي جود، انا بقولها جود بوي. عندي هنا المشكله خطيره. انا ايه هنا الكلمه؟ ايه الكلمه المشكله؟ ايه الوصف بتاعها؟ خطيره. يبقى انا اقول serious problem ولا problem serious problem، المشكله الخطيره. طيب it results in، يعني ايه it results in يا بابا؟ it results in يعني تؤدي الى. يبقى اكتب كده عندك result in يؤدي الى. result in يؤدي الى. احنا بنقرا علشان نطلع extra vocab عشان نتعرض لجمل. يبقى it results in يعني يؤدي الى. results in يؤدي الى. more serious problems مشاكل أكثر خطورة. more serious يعني أكثر خطورة، و problems معناها مشاكل. our يعني بتاعتنا، حاجتنا احنا. our youth يعني الشباب بتوعنا يا جماعة can't find a flat، مش قادرين. can't يعني لا يستطيعون، find يجدون، a flat يعني شقة. الشباب بتاعنا يعني ما بقوش لاقيين شقق. to marry in ان هم يتجوزوا فيها. or a suitable job او وظيفة. job يعني ايه؟ وظيفة. suitable يعني ايه؟ مناسبة. الشباب ولا لاقيين شقة يتجوزوا فيها ولا لاقيين وظيفة مناسبة. to start their life عشان ان هم يبدأوا حياتهم، مش لاقيين وظيفة يبدأوا بيها ايه؟ حياتهم. start يعني يبدأ، their life يعني حياتهم. There is also a possible shortage of food. There is، الكلمة دي هتلاقيها أو أنت لازم تستخدمها كتير وتشوفها كتير، فأنت لازم تحفظها جدا. There is معناها يوجد. طب there are معناها يوجد. طب there was معناها كان يوجد. there were معناها كان يوجد. يبقى there is أو there are أو there was أو there were معناها يوجد. طب يوجد also أيضا a possible shortage of food. نقص. shortage يعني نقص. possible يعني محتمل. of food للطعام. يبقى أيضا يوجد نقص محتمل للإيه يا بابا؟ للطعام. our cities المدن بتاعتنا became أصبحت very crowded مزدحمة جدا. very يعني جدا، crowded يعني مزدحمة. they lack the needed infrastructure. they هم lack يعني عندهم نقص، عندهم قصور. قصور يعني
يعني نقص او قله. عندهم نقص في the needed infrastructure for living. infrastructure يعني البنيه التحتيه. ايه هي البنيه التحتيه يا بابا؟ البنيه التحتيه دي اللي هي ميه، كهرباء، غاز، طرق، اتصالات. نقول تاني: ميه، كهرباء، غاز، طرق، اتصالات. ايه هم والنبي؟ ميه، كهرباء، غاز، طرق، اتصالات. هم دول البنيه التحتيه لاي دوله ولاي مدينه. انت عايز يعني تخلي دوله تنهار، اقطع الميه، اقطع الكهرباء، اقطع الغاز، اقطع الشبكه او الاتصالات، دمر الطرق. الدوله دي انعزلت، الدوله دي اتهدمت خلاص كده. فالبنيه التحتيه دي اللي انت هي جايه من اسمها بنيه تحتيه، فدي الحاجه اللي انت بتبدا تبني بيها المدينه بتاعتك. فانا بقول لك ان المدن بتاعتنا يا جماعه بقى عندها نقص في البنيه التحتيه for living، للمعيشه. يعني المدن الجديده لسه مش كلها تقدر تعيش فيها دلوقتي. So it has become a must. لذلك اهي has become. هنا has جايه لوحدها ولا بعدها فعل تاني؟ بعدها فعل تاني. يبقى has دي اساسي ولا مساعد؟ مساعد. يبقى نفس المعنى ولا ملهاش معنى؟ ملهاش معنى. يبقى it has become معناها اصبح. اصبح a must. a must يعني ضروره. انت عارف ان must لوحدها يعني يجب. a must معناها ضروره. a must معناها ايه؟ ضروره. يبقى it has become a must معناها اصبح ضروره that we should، ان احنا يجب ان احنا invade the desert، ان احنا invade يعني نغزو، نعمل غزو. the desert الصحراء. دلوقتي يا جماعه بقى يجب او بقت ضروره ان احنا علينا ان احنا يجب ان احنا نغزو الصحراء. يعني نغزو الصحراء يعني نعمر الصحراء، نروح الصحراء نبني فيها مدن. the government الحكومه does its best بتفعل أقصى ما عندها أو أفضل ما عندها to encourage علشان تشجع. encourage يعني يشجع people ناس to have إن هم يبقى have small families عندهم أسر صغيرة، عيلة صغيرة through public awareness من خلال الوعي العام. awareness يعني الوعي، وبابليك يعني عام، من خلال الوعي الايه؟ العام. يبقى دلوقتي الحكومه بتشجع الناس ان هم يبقى عندهم اسر او عائلات اصغر. يعني ايه عائلات اصغر؟ يعني بدل ما الواحد يخلف 7 8 لا، خلف 1 2 اقصى حاجه قوي يا عم 3، ما تخلفش اكتر من كده. فانت بتحاول انك تقلل الايه؟ العائلات. فانت كده بتقلل عدد الايه؟ عدد السكان. طيب من خلال البابليك awareness programs برامج الوعي العام on TV على التلفزيون طبعا and papers. انت عارف ان paper يعني ايه؟ paper يعني ورق صح؟ بس papers مش معناها ورق، papers معناها الجرائد، الصحف. الجرائد اللي هي الصحف. من خلال الصحف it sends هي بترسل campaigns ترسل حملات. حملة كامبين يعني ايه؟ حملة. هي بتعمل حملات to remote للمدن للقرى villages القرى السمول الصغيرة and remote والبعيدة. يبقى بص هنا كده، هي بترسل الحملات دي to remote and small villages للقرى الصغيرة والبعيدة. to علشان offer تقدم people أو تعرض للناس information معلومات about birth control عن التحكم بالسكان. البيرث كنترول انك تعرف تعمل كنترول على المواليد، تتحكم بالمواليد، فانت تقدر تتحكم على عدد السكان. يبقى الفقره دي كلها كانت بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ عن مشكله الزياده الايه؟ السكانيه. مستر بس الموضوع ده تنح قوي، يعني انا من اول الفيديو حاسس ان انا فاهم ومبسوط، بس اول لما وصلنا للفقره دي الموضوع بقى تنح وقفيل. ما هو طبيعي. ليه؟ لان انت اصلا عندك مشكله ايه؟ ان انت بنسبة 80% من حضراتكم ما بتعرفوش تفهموا وتكونوا الجمل، والنظام الجديد هيبقى فيه مقالي كتير. فانت لازم حضرتك تتعود انك تبقى بتعرف او عندك مهارة الريدنج، عندك مهارة القراءة، عشان تقدر من القراءة تقدر تتعلم ازاي تكون جمل، وده اللي انت هتستخدمه فيما بعد. تمام؟ يبقى حضرتك
انت دلوقتي يا مستر طب هنعمل ايه بعد ما قرينا الحاجه دي معاك؟ انت حضرتك هتحفظ الكلمات الزياده الجديده بالنسبه لك، وبعد ما تحفظها هتقرا الفقره دي كل يوم مره الصبح ومره بالليل زي الدواء، مره الصبح ومره بالليل. قريت الفقره دي مره الصبح ومره بالليل، تاكد 200%، تاكد 200% ان انت هتعلى بمستواك تدريجيا 100%، مفيش اوبشن. تمام؟ طيب الفقره الثانيه هي charity societies، المجتمعات الخيرية. charity societies معناها المجتمعات الخيرية. ايه هي المجتمعات الخيرية؟ تعال نشوف يا باشا. charity societies المجتمعات الخيرية are organizations، هي منظمات. organizations معناها منظمات for helping لمساعدة the poor الفقراء everywhere في كل مكان. يبقى بيقول لك ان المجتمعات الخيريه هي منظمات لمساعده الفقراء everywhere في كل مكان. rich people الناس الاغنياء، establish them الناس الاغنياء هم اللي بيأسسوهم. they do their best بيعملوا اقصى ما عندهم. لو انت خدت بالك كلمه do او does their best او her best او الحاجات دي اتكررت كتير قوي النهارده، تقريبا دي رابع مره نقراها النهارده. فدي كده جمله معناها ان هي مهمه تقدر تستخدمها وانت بتكتب في الباراجراف بتاعك. تمام؟ يعني ان شاء الله فيما بعد لما نيجي نتمرن وندخل في السنه ونتمرن على الكتابه، دي جمله كويسه جدا انك تقول ان كذا بيعمل اقصى ما في وسعه. مستر ابرام does his best بيعمل اقصى ما عنده او بيعمل افضل ما عنده. اوكي؟ الناس الاغنياء دي بيعملوا المؤسسات دي علشان يعملوا اقصى ما عندهم افضل ما عندهم to make علشان يجعلون الهوملس and the poor children يعني اطفال، poor يعني الفقراء، homeless يعني المشردين. يعني ايه المشردين؟ اللي هم ما عندهمش بيوت يا بابا. يبقى المجتمعات الخيريه هي دي المنظمات اللي بتساعد الناس الفقراء، والناس الاغنياء هم اللي بيأسسوا المنظمات الخيريه دي علشان يجعلوا الاطفال الفقراء والمشردين اللي هم ما عندهمش بيوت live يعيشوا in a reasonable standard، يعيشون في reasonable standard يعني مستوى معيشي مقبول او منطقي. مقبول او ايه؟ او منطقي، يخلي الناس دي تعيش في مستوى معيشي مقبول او منطقي. زي هم يعني offer them بيوفروا لهم care الرعاية in different aspects في مختلف المجالات. different يعني مختلف، aspects يعني المجالات. زي offer the poor هم بيقدموا للفقراء medical care الرعاية الطبية free of charge يعني مجاني 100% من غير فلوس. free of charge معناها مجاني 100%. زي if they are homeless ولو هم مشردين ما عندهمش بيوت، زي offer them هم بيقدموا لهم houses بيوت and food وطعام. يبقى المنظمات الخيرية بتوفر كل ده للناس الفقراء. طيب businessmen رجال الأعمال have got a duty لديهم واجب. duty يعني ايه؟ واجب. towards تجاه these societies تجاه هذه المجتمعات. they should give them هم يجب ان هم يعطوهم them support لازم يعطوهم الدعم. they can pay هم يقدروا يدفعوا pay يعني يدفع a part of جزء من their taxes الضرائب بتاعتهم for these societies. ان هم مثلا يقدروا يدفعوا جزء من الضرائب بتاعتهم للمنظمات الخيريه دي. all of us جميعنا، us يعني نحن، ف all of us معناها جميعنا كلنا should take part in يجب ان احنا نشارك في the activities الأنشطة. أخذنا في الكلمات فوق activity يعني نشاط، activities يعني أنشطة of these societies إن إحنا نشترك كلنا في الأنشطة بتاعت المجتمعات دي أو المنظمات دي. we can donate إحنا نقدر إن إحنا نتبرع. donate يعني إيه؟ نتبرع. clothes الملابس، money الفلوس، food الطعام. or even أو حتى we can donate efforts نقدر إن إحنا نتبرع بالمجهودات. ان احنا قصدي يعني اللي هو قصده efforts اللي هو مجهود، اللي هو ان احنا نروح نشارك. احنا مثلا احنا مش معنى ان احنا نتبرع بهدوم،
بس احنا ممكن نروح هناك الناس اللي بتتدرب هدوم نطبق الهدوم، نكوي الهدوم، نغسل الهدوم، نعمل مجهود. to please علشان نسعد. انت عارف ان بليز يعني لو سمحت صح، بس بليز برضو تيجي بفعل بمعنى يسعد. يسعد احنا نبسط حد. These poor children هؤلاء الأطفال الفقراء. ودي كانت القطعتين الريدنج اللي عندنا النهارده في السيشن دي، أو التو باراجرافز اللي احنا أخدناهم النهارده في السيشن دي. عندك أول واحدة مشكلة السكان أو الزيادة السكانية، تاني واحدة المجتمعات الخيرية اللي هي المنظمات الخيرية. طيب تعالى بعد كده عندنا بقى شوية أسئلة عن القواعد اللي احنا اخدناها النهارده اللي هي بتاعت الجمل وتكوين الجمل والحاجات دي. Which of the following is an incomplete sentence؟ عايز ايه من الجمل دي جمل غير مكتمله. يعني ايه غير مكتمله؟ يعني هو جايب لك 4 اختيارات، واحده بس غلط و3 صح. هو عايزك تختار الجمله اللي مكتوبه غلط، مش عايزك تختار الجمله الصح، عايز تختار الجمله اللي مكتوبه ايه غلط. تعالى بقى نشوف الحوار ده ايه يا باشا. Which of the following is incomplete؟ قلنا ماشي. اول جمله the cat القطه slept on the rug. هنا فين الفاعل؟ cat ده فاعل. طب فين الفعل؟ slept. يبقى دي جمله صح ولا غلط؟ صح. يبقى انا دي مش هختارها لان هي الجمله مكتوبه صح، هو عايز يختار دي الجمله غلط. طيب because it was raining outside علشان الدنيا كانت بتمطر بره. because يعني ايه؟ بسبب صح؟ طب هو ايه اللي بسبب؟ يعني انا ينفع اقول لك السلام عليكم بسبب ان الدنيا مطرت واسكت؟ لا طبعا. because يا بابا اسمها رابط، والرابط ده من هو اسمه رابط، اسمه يا بابا رابط، فهو بيربط بين جملتين. يبقى الجمله دي يا جماعه للاسف هي دي الجمله اللي ناقصه، لان انت المفروض مثلا because it was raining بسبب ان الدنيا مطرت، مثلا يقول لك ايه we cancelled our session، احنا لغينا الحصه بتاعتنا مثلا. فاهم قصدي ايه؟ فدي هي كده الجمله الغير مكتمله، لان because معناها علشان. طب تعالى نشوف he finished his homework، هو خلص الواجب، جمله صح 100% ما فيهاش اي غلط. they went to the park، راحوا الجنينه، جمله صح 100% ما فيهاش اي حاجه. طيب رقم 2 نفس القصه، ايه الجمله دي؟ incomplete، ايه من الجمل دي غير مكتمل؟ although يعني بالرغم من، she studied بالرغم ان هي ذاكرت for hours لساعات وخلصت. ايوه ايه اللي حصل بالرغم ان هي، يعني مثلا ممكن اقول لك المفروض بالرغم ان هي ذاكرت ساعات ما عرفتش تحل، فدي كده جملتين. انما ينفع اقول لك بالرغم من ان هي ذاكرت لساعات واسكت؟ مش منطقيه صح؟ يبقى دي هي الجمله اللي مش مكتمله، هي دي الجمله اللي مكتوبه غلط. تعال نبص على الباقي. she passed the difficult exam، هي نجحت في الامتحان، جمله مكتمله عادي. the teacher praised her effort، المدرس اثنى او مدح مجهودها، جمله مكتمله عادي. success requires hard work، النجاح يتطلب عمل جاد، جمله طبيعيه عادي جدا. طيب رقم 3 which of the following is an نفس القصه، ان الجمل دي مش مكتمل. dogs are loyal companions، الكلاب هم اصدقاء اوفياء، جمله مكتمله ما فيهاش اي حاجه. running in the park every morning، running يعني ايه؟ الجري، الجري في الحديقه كل يوم الصبح. ماله الجري؟ المفروض اقول لك مثلا is useful مفيد، is healthy حاجه صحيه، انما هنا ما قالناش حاجه، فهي دي الجمله اللي مش مكتمله. طب بص كده I enjoy morning jogs، انا بحب او بتبسط او بستمتع بالتمشيات الصباحيه، تنفع جدا. he bought a new pair of shoes، هو اشترى كوتش جديد، طب ما جمله صح جدا. يبقى الجمله غير مكتمله هي letter B. نفس القصه ان الجمل دي غير مكتمله. if you wanted to go with us، لو انت عايز تيجي معانا، خلصت الجمله كده. فين الكلمه؟ فضلك لو انت عايز تيجي معانا اصحى بدري، لو انت عايز تيجي معانا ابقى ابعت لي، لو انت عايز تيجي معانا قابلنا في كذا، صح؟ لما لو انت عايز تيجي معانا واسكت، يبقى هي دي الجمله الغير مكتمله. رقم 5 ايه برضو الجمله غير مكتمله؟ the wind howled loudly، ولا trees swayed in the storm، ولا a bright flash of lightning، ولا rain poured down heavily. طبعا هي letter C. a bright flash يعني في نور جامد قوي of lightning للرعد
او البرق خلص. ايوه ماله النور، ما قالناش ماله. يبقى هي دي الجمله غير مكتمله. ودي كانت يا جماعه نهايه الفيرست سيشن او المحاضره الاولى لتشيك بوينت 1 للكورس التاسيسي بتاعنا. حضرتك في اكتر من 3-4 فيديوهات كمان هينزلوك ان شاء الله. طبعا هم اوريدي وانت بتتفرج على الجزء ده هتلاقي الفيديوهات المفروض ان هي نزلت. طبعا ما تنساش ان انت لو عايز تدخل اكسرسايز او تمتحن حضرتك تعمل الكيو ار ده عشان المنصه بتاعتنا. لازم تعمل اكونت من فوق وتملى البيانات بتاعتك عشان تقدر يتفتح لك الامتحان اللي هينزل على كل سيشن. بالنسبه لطلبه اليوتيوب فاعتقد احنا وضحنا كل حاجه هنا، بس للاسف اليوتيوب ما فيهوش اي امتحانات. فزي ما قلت لك انت حابب انك تمتحن تدخل على المنصه، وطبعا كده فور فري، يعني الامتحانات دي فور فري، ما فيش اشتراكات في المنصه دي انك تدخل تعمل اكونت دي حاجه مجانيه ملهاش اي اشتراكات. وبرده لينك المنصه هتلاقيه تحت، لينك البي دي اف هتلاقيه تحت. ما تنساش في الدعاء، ذاكروا كويس، ربنا معاكم يا رب، اشوفكم احسن ناس، سلام عليكم.